ازيكم يا رجاله؟ عاملين ايه؟ النهارده الفيديو هيكون قايم كله على جمله واحده. جمله اتقالت لي من فتره كبيره، يمكن انا ما استوعبتهاش الا بعد شهر، ولما قعدت اقراها مره واتنين وتلاته. ايه هي الجمله دي؟ جمله بتقول: هي دي حياتي وانا لازم اعيشها بتفاصيلها بواقعيه. الجمله دي انا فكرت فيها، يمكن انت شايفها جمله عاديه او جمله يعني ما فيهاش العمق اللي انت يخليك تفكر فيها او ان انت تفهم معناها بعد شهر. هو انا يعني ما فكرتش فيها في الاول خالص وبتاع، بس يعني بعد رنت في دماغي كده. فهي لما رنت في دماغي انا قلت ايه، خلينا. فقعدت افكر فيها وطلعت فيها فكره الفيديو ده. احنا كلنا من دون استثناء بنقول لنفسنا، الا طبعا من رحم ربي، بنقول لنفسنا ان بنقول لنفسنا حاجات مسكنات. ازاي؟ انت بتاخد مسكن عشان ما تشتغل، مش هقول لك ما تشتغلش، بس عشان تفضل راضي عن نفسك، تفضل مخك يفضل مخليك مرتاح، ما يخليكش تحت ضغط، ما يخليكش تحت جهد، وده غلط. طيب ازاي؟ مثلا يعني مثلا انا كنت فتره في الجيم، حلو. في الفتره دي انا كنت بقول لنفسي انا كنت انا تخين عادي. فانا كنت بقول لنفسي والله انت تخين بس بتشيل اوزان. يعني فاهم، انا كنت حتى بقول لاصحابي انا تخين بس بشيل اوزان. انا كنت بشيل اوزان هي عاليه بس مش عاليه قوي، يعني فاهم. بس الفكره دي خلاص اترسخت في دماغي، انا تخين بس بشيل اوزان، فانا مش محتاج اخس ليه؟ ما هو انا اللي بعمله، انا بعمل اللي ما بيعملوش غيري. ايه هو اللي انا بشيل اوزان؟ طيب برضو انا بدي لنفسي مسكن. برضو فكره زي ايه؟ مثلا تقول ايه، انا والله المذاكره دي مش في دماغي، انا لو حطيت المذاكره دي في دماغي انا بص، انا الاوائل دول هقعدهم انيمهم من المغرب. انا مش، انا هطلع الاول على على الفصل، او هطلع الاول على المدرسه، او هطلع الاول على الكليه. كل ده كلام احنا بنسكن بيه نفسنا. طيب انت ليه بتسكن نفسك بالحوار ده؟ هقول لك. عشان حاجتين، زي ما قلت لك في الاول، مخك عايز يخليك مرتاح، عايز يخليك راضي عن نفسك، عايز يخليك ما تبصش على الحاجات الوحشه اللي جواك. حلو. عايز يرتاح، مش عايز يدخلك في حوار كبير تخش وتتغير وتشتغل وتعمل. هو عايز يبقى مرتاح وانت تبقى مرتاح وتعشت. وبرده نظره الناس ليك، انت عايز تفضل الناس تبص ليك، او انت خايف على من نظر الناس اكتر، او انت خايف من من وجهه نظر الناس اكتر. انت عايز الناس تبص ليك بالشكل ده، هو ان انا مش تخين، انا كويس، انا وزني كويس، انا كذا انا كذا، انا والله انا جامد في المذاكره بس انا اللي مش مديها اهتمام، او انا كده. انت عايز الناس، انت خايف على مظهر الناس، ويعني ومخك هو بيعمل لك كده. طيب ايه الحل؟ الحل اللي انت بجد تعرف ايه مشاكلك وتعالجها. عمرك ما هتتطور، وعمرك ما هتوصل للشخص اللي انت عايزه، ولا تحقق اهدافك الا لما فعلا تعرف ايه مشاكلك وتتغلب عليها. لان انت ما بتحاربش الناس، انت ما بتحاربش اهدافك، انت بتحارب نفسك. نفسك دي هي اللي لازم تتغير. انت لو فضلت على نفس الحال لمده كل يوم، فهو انت هتفضل كده مش هتتغير. هي دي الفكره، انت هتفضل كده مش هتتغير. انت هتفضل اللي بتعمله النهارده بتعمله بكره، اللي بتعمله بعده، اللي بتعمله كل يوم. فهو انت مستحيل تيجي في تغيير. هيجي تغيير ازاي وانت في الحلقه دي النهارده زي بكره، بكره زي امبارح، كل يوم زي التاني؟ فمش هيجي تغيير. طيب زي ما قلت لك، الحل ان انت تعرف ايه مشاكلك وتبدا تشتغل عليها. ما تسيبهاش كده، ولما تشتغل عليها تتراك اللي انت بتعمله، وما تحددش مشاكلك كلها مره واحده. لان انت هتشوفها كده كلها مره واحده، يا الله انا كل ده انا فاشل، انا مش عارف ايه. بالراحه، حددها واحده واحده واشتغل عليها واحده واحده، اكنها هدف. انت بتحدد هدف زي ما اتكلمنا في فيديو الاهداف قبل كده. طيب الحمد لله دلوقتي لغينا المسكنات واشتغلنا على اهداف. هل انا كده ناجح؟ هقول لك اه ولا. يا عم انت ازاي؟ ده انا اشتغلت على اهدافي وعالجت نفسي. اقول لك انت بقيت ناجح ان انت عالجت اهدافك. دلوقتي انت محتاج تشتغل على اللي انت عايزه بقى، ان انت تبدا تشتغل على اهداف تانية. اهداف بقى مثلا فلوس، مش عارف شغل، مش عارف ايه كده. برضو حاجه هقولها لك كده في الاخر، هي متاخره في الفيديو معلش، بس دي هتفيدك.
ان انت سعيك وانت بتحل المشكله ده انجاز لازم تبقى فخور بيه. السعي، انا ما بقولكش نتيجه، انت بتحل المشكله. انت هتقع وتقوم، تقع وتقوم، تقع وتقوم، تقع وتقوم، تقع وتقوم. ما ينفعش تحبط. انت لو احبطت انت كده ما عملتش حاجه. لكن الصح والطبيعي ان انت تقع وتقوم. النهارده مثلا نتكلم عن الاكل مثلا. النهارده والله انا هنظم اكلي، فقمت مثلا انظم اكلي اللي هو مثلا انا مثلا بدخل 5000 سعره في اليوم مثلا. فانا والله انا هنظم اكلي، انا هقطع النص. مش هتيجي يا اسطى، والله ما هتيجي. لكن هتيجي بالعقل. ان انت تقطع 500 في 500 في 500، فاهم؟ تبدا تقلل بالراحه. مثلا قطعت النهارده 500، هتقعد على 500 دي اسبوع، اسبوعين، 3 شهر، براحتك. انت مش هتيجي برضه 500 دي مش هتيجي في اول يوم، يعني مش هتيجي، فاهم؟ اول يوم هتقطع 400، تاني يوم 300، تاني يوم 200، ترجع تاني 400، ترجع 100، ترجع 500، 500، 200 كده. فهو انت طبيعي ان انت تقع وتقوم، تقع وتقوم، تقع وتقوم. اهم حاجه ان انت تفضل مكمل، ده اللي هيوصلك ان انت تحل مشاكلك وفعلا تتطور. وبس اتمنى الفيديو يكون فادك اكتر من انه عجبك، ومستني رايك في الكومنتات وتقول لي كل حاجه. يلا سلام.